السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا كلها. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ أهلا بيكم في فيديو جديد. لو أول مرة تشوفيني، أنا قناة منوعات ماما فوفا. فضلا منك وليس أمر الاشتراك في قناتي واللايك الجميل وكومنت حلو منكم كده يا حبايب قلبي عشان يوصلكم مني كل جديد. يلا يا حبيبة قلبي، اعملي كوباية الشاي أو كوباية القهوة. النهاردة هعمل معاكم حاجة كلنا بنحبها بتكات جديدة ومختلفة. بما اننا داخلين على شهر رمضان الكريم، كل سنة وانتم طيبين وبخير. ريحة رمضان مالية الاجواء، ومفيش وقت اجمل من الايام دي عشان نستعد ليه. وقت اجمل، يعني من اجمل شهور السنة هو شهر رمضان. فعشان كده يا حبايب قلبي نستعد لليالي الجميلة دي المحببة لقلوبنا كلنا. ان احنا نبدأ نعمل ايه؟ نعمل ديكور للمطبخ علشان ندخل البهجة على قلوبنا. نقدر كمان بعد كده، بعد ما نخلص الديكورات والحاجات ديت المحببة لقلوبنا عشان نفسيتنا، وعشان كمان حاجة جديدة يا حبايب قلبي. عشان كمان بعد كده نقدر نوفر وقت للصلاة وقراءة القرآن واللمة الحلوة. لو لسه ما بدأتيش، يلا يا حبيبة قلبي، مستنية ايه؟ يلا بأقل التكاليف. وهنعمل ايه؟ هنعمل حاجات بسيطة نفرح بيها ولادنا. يلا اعملي يا حبيبة قلبي كوباية الشاي ويلا نبدأ ايه الحاجات اللي هتخلينا في أجواء رمضان أسعد الناس. يلا يا حبيبة قلبي، أنا معايا الكرتونة دي، كرتونة فاضية عملتها بالسلوتيب كده. وهنعملها ايه تاني؟ هروح جاية عاملاها بقماش الخيامية ده. القماش ده يا حبايب قلبي في منه ب40 وفي منه ب50 جنيه. انا جبت بصراحة اللي هو ب40 جنيه ده. تمام يا حبايبي. معانا ايه تاني يا ماما فوفا؟ معانا بكرة السلوتيب اللي عملت بيها الكرتونة، معايا المقص، معايا مسدس الشمع، معايا كان مع عندي الرول ده. فهنعمل بيه ايه يا ماما فوفا؟ انا هحطه هنا كده اهو يا حبايبي، علشان ان انا لما اجي هظبطها بقى. تمام. لما اجي احط حاجه فوق الكرتونه هنا من الديكورات اللي انا هعملها، تبقى تتحمل ان انا احطها، غير ما تبقى كده. لو كده هتاخد الحاجه وتنزل كده. فاحنا نعمل ايه؟ نروح حاطين الحاجه ديت هنا. هعملها يا حبايب قلبي وبمسدس الشمع ده اهو يا حبايبي. انا قصه الحته دي هنعمل بيها ايه؟ هروح جايه ملزقاها بمسدس الشمع كده ومقفله الكرتونه، واغلف برضو دول وارجع لكم يا حبايبي عشان بس الفيديو ما يطولش مني وتزهقوا، عشان تتفرجوا على الفيديو كله. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي بعد ما خلصتها اهو. هتعملي ايه؟ وغلفت برضو دول بنفس القماش ده. هتعملي ايه بقى يا ماما فوفا؟ معانا الحاجات الجميله دي اهي يا حبايبي. معايا الابيض ومعايا الالوان اهي. انا هعملها كده اهي يا حبايبي. ومعايا برضو ده كده. يعني ممكن نعملهم ايه؟ ندخلهم في بعضيهم كده، او نخليهم كده اهو. او مثلا ايه، علشان دول الوان اللي هي القماشه الوان، فنعمل لها ايه؟ انا جبت برضو الابيض ده، قلت علشان يبقى ايه، يبقى ناطق الحاجه كده. تمام يا حبايبي. الزقه بقى وارجع لكم. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي بعد ما عملته. اللون الابيض نطق فعلا فيها اهو. قولي لي بقى ايه رايكم؟ ودول برضو عملتهم كده من النص كده عشان برضو يبدو شكل جميل برضو، لان هيبقوا باينين برضو جوه اهو يا حبايب قلبي كده، علشان يتحملوا اي حاجه هتتحط هنا فوق. يعني مثلا ايه احنا هنعملها ايه؟ البطرمانات بتاعتنا اللي هي بتاعت التوابل، او اي حاجه عايزه تعملي كده اهو يا حبيبتي. عايزه تاخدي دي برضو لجوه، كل حاجه متاحه معاكي اللي انت عايزاه اعمليه اهو. لو انت مش هتحطي حاجات فوق هنا يبقى ايه، شيلي دول ملهمش لازمه. عايزه تعمليها كده وتنسقيها وتحطي فيها الحاجه ترصيها فيها كده، مفيش اي مشكله يا حبيبتي. اللي انت عايزاه وحسب المساحه عندك وحسب ذوقك اعملي اللي انت عايزاه. تمام يا حبايب قلبي. وهتعملي ايه تاني النهارده؟ يعني هتستغلي اللي فوق ده، هتستغليه ازاي؟ هقول لكم يا حبايب قلبي. حاضر.
طبعا الورد الجميل اللي احنا عاملينه ده مع بعض، الفازات الحلوة دي اهو يا حبايب قلبي، هتعمليها ديكور كده برضو في المطبخ، هتدي برضو ايه شكل جميل. الفانوس الصغنون اللي كنا عاملينه من كرتون الطبق البيض اهو يا حبايب قلبي، اهو يا حبايب قلبي. انت بقى وذوقك واللي انت عايزه تعمليه. عايزه تحطي برضو بطرمانات فوق هنا كده، يعني مثلا ايه تحطي مثلا فازه واحده كده، وتحطي بقى برضو اللي هو طقم التوابل بتاعك فوق برضو كده، او تحت اللي يعجبك واللي يريحك. انا بعمل الفكره، وانتي ايه عليكي باللي ينظم مطبخك واللي ينظم والديكور اللي يناسبك في مطبخك، لان احنا بنقضي وقت كبير جدا في المطبخ، فطبعا لازم تكون كل حاجة فيه منسقة وكل حاجة فيه جميلة. و... وعايزة بقى تقولوا لي ايه رأيكم في الجمال والحلاوة دي اللي ماما فوفا عملتها. ويلا يا حبيبة قلبي قومي، مستنية ايه؟ بأقل التكاليف هتعملي حاجة جميلة وحاجة شيك وحاجة تغير من المود بتاعك. يلا يا حبايب قلبي انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله، وادخلوا على قناتي منوعات ماما فوفا. يلا يا حبايب قلبي اللايك الجميل والاشتراك في قناتي عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.